تقدر تقولي ما للعلاج الطبيعي بتخصص النساء والولادة؟ أصدقائي الحلوين، عاملين إيه؟ أتمنى إن شاء الله تكونوا كويسين. اتكلمنا قبل كده في فيديو التخصصات بتاعة العلاج الطبيعي، كان من ضمن التخصصات وهو تخصص العلاج الطبيعي للنساء والولادة. طيب كان الناس بتقول طب مال العلاج الطبيعي يا جماعة بالنساء؟ مش النساء ده دكتور بشري؟ طيب نتكلم ببساطة ان التخصصات اللي من ناحية العلاج الطبيعي هي بتكون تحت بند التأهيل. طيب من ناحية بقى التخصصات النسائية، ايه هو دورنا في التخصص النسائي؟ او تخصصنا بيفيد قبل الحمل، اثناء الحمل، وبعد الحمل. طيب لو هنتكلم سريعا قبل الحمل ازاي؟ طيب لو قبل الحمل وحد بيهيئ نفسه للحمل، فبنشتغل على التأهيل لعضلات جسم الست، وازاي تظبط وضعيات جسمها، عندها اي مشاكل لها علاقة بالمفاصل والعضلات لازم تهيئ نفسها قبل ما فترة الحمل. طيب خلاص بقت الحمد لله مبروك حامل. طيب اثناء فترة الحمل برضو الست بتعاني كتير قوي اثناء الحمل من وضعيات غلط بسبب زيادة وزنها، زيادة وزن الجنين، زيادة آلام في المفاصل في العضلات، كل مشاكل الحمل اللي ممكن نتكلم عنها من هنا لبكرة. وقتها بقى دورنا ان هي ازاي تقدر تستفيد من النشاط الرياضي والنشاط البدني عن طريق بقى تمارين التنفس، عن طريق تمارين الاستطالة والمرونة، ازاي نقولها عضلات البطن وعضلات البلفيك اللي هي عضلات الحوض، ازاي نهيئها كمان لولادة سهلة وتكون من غير، يعني نقول من غير ألم، او نقول تكون سموثة او تكون بسيطة يعني. طيب ما بعد الولادة، طيب خلاص بقى هي الحمد لله ولدت على خير. بعد الولادة التأهيل الأهم، لأن هي بتبقى خارجة من فترة الحمل والولادة طبعا عضلات بطن ضعيفة لو كانت قيصري، عضلات حوض ضعيفة لو كانت طبيعي، وجع كبير في المفاصل، نقص في فيتامين دي والكالسيوم، كل الكومبليكيشنز أو كل العواقب بتاعة الحمل. طيب ما بعد بقى الولادة احنا بقى محتاجين نستعيد جزء كبير من اللي فقدناه، محتاجين نقوي المفاصل، العضلات، نقوي المرونة، نعمل لها زيادة في الفلكسبيليتي بتاعت جسمها بشكل عام، ونصحح على قد ما بنقدر كل المخاطر بتاعت الحمل. ليه؟ مش عشان بس كمان في الوضع الحالي ان هي لسه والدة، هي علشان كمان ترجع لصحتها وتستعيد نشاطها البدني وما بعد ذلك طبعا مع تربية الأطفال وكده. وكمان إن الجسم يكون على مدى استعداد لو إن شاء الله بعد كام سنة عادت تجربة الحمل تاني، يبقى بطنها ما بقاش فيه نفس الضعف في العضلات وما بقاش فيه نفس الضعف في الإيه، في عضلات الحوض. ده باختصار. طبعا الموضوع أكتر من كده بكتير مع موداليتيز كتير إحنا بنستخدمها أو أدوات كتير إحنا بنستخدمها في العلاج الطبيعي، لكن هو ده باختصار إحنا هنا دورنا عامل إزاي. طيب هل في فرص للشغل من ناحيه بقى العلاج الطبيعي في المجال النساء؟ لو مهتمين بالموضوع ده او مهتمين بقسم النساء بشكل عام اكتبوا لي في الكومنت، ونتكلم اكتر فيديو جاي عن فرص الشغل في تخصص العلاج الطبيعي لامراض النساء. اصدقائي الحلوين، كده معلوماتنا خلصت، اشوفكم في فيديو جديد.